بتفكر تغير حياتك ومش عاجباك قصتك. تسنيم كمان مش عاجبها قصتها واتمنت لو تغيرها، وفعلا فرصتها جات لها إنها تعيش 15 قصة غير حكايتها. والنهاردة هنعيش معاها القصة الرابعة من سلسلة حكاية النهاردة. وبسرعة يلا نبدأ حكايتنا. تختاري انت قصة المرة دي ولا اختار انا؟ لا، اختار انت، لكن أنا عايزة أعيش حكاية مختلفة عن كل مرة. طلبك عندي. وفي لحظة لقيت تسنيم نفسها في الجامعة وسط أصحابها. طب وانت ايه رأيك يا تسنيم في الكلام ده؟ موضوع ايه؟ لا ده انتي مش معانا خالص. معلش اصلي حاسة اني دايخة ومحتاجة اروح بس. طب واخر محاضرة مش هتحضريها؟ يوه، الواحد نسيها خالص. لا لازم طبعا احضرها، احنا خلاص اخر الترم ومش هينفع امشي. طب قوليلي ايه رأيك اعمل اهني فستان للخطوبة؟ الاتنين هيكونوا يجننوا عليكي يا ايمان. حبيبتي يا تسنيم، انا برضو قلت كده. طب مش يلا علشان نلحق المحاضرة؟ ودخلت تسنيم هي واصحابها المحاضرات، لكنها ما كانتش مركزة في اي حاجة تماما. مالك يا تسنيم؟ انتي مش مركزة معانا خالص. ما انا قلتلك يا بنتي اني دايخة بس. طب انا معايا عصير، تحبي تشربيه؟ لا 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 مش مستاهلة، انا بس لو نمت هبقى كويسة. طب خلاص نخلص واروحك على طول. ووافقت تسنيم على كلام صاحبتها لانها كانت دايخة جدا ومش قادرة تفكر. وبعد المحاضرة روحت تسنيم وإيمان وصلتها وبعدين مشيت. وأول لما دخلت تسنيم أوضتها حاولت تنام، لكنها معرفتش ورجعت بأفكارها بيوم واحد بس. يا تسنيم كفاياكي فرجة على التلفزيون وقومي ذاكري يا بنتي. حاضر يا ماما، هحضر بس الحلقة دي. حلقة ايه؟ بقولك قومي ذاكري. يوه، قمت اهو. وقامت ودخلت اوضتها علشان تذاكر، لكن شافت اللي عمرها ما كانت تتخيله في الشقة اللي قدامها واللي بلكونتهم بيبصوا على بعض. وصاحبة الشقة ست في الأربعينات وعايشة لوحدها. شافتها وهي بتزعق لكنها معرفتش تسمعها بتقول ايه كويس. وبدأ اللي الست بتزعقله يظهر. راجل طويل ملامحه مش باينة قوي، ولما دققت اكتشفت انه شخص ملثم. ورفع على جارتها تقريبا سكينة، وبعدها جارتها وقعت في الأرض. والراجل بص برعب لتسنيم ومشي، وكأنه بيخوفها أو يهددها. وقتها فضلت تسنيم مصدومة ومبتتحركش من مكانها، وبدأت تحاول تضرب نفسها. أكيد ده حلم، أنا بحلم. فوقي يا تسنيم. لا 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 لا، أكيد ده مش بجد، أكيد لأ. يا ربي، طب أعمل إيه دلوقتي؟ أصوت ولا أروح أقول لماما؟ طب وهي هتعمل إيه وأنا وهي لوحدنا هنا؟ أكيد هو شافني وممكن يعمل لنا حاجة لو بلغنا. لا 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 لا، أنا هسكت. أنا هسكت وكأن ما حصلش حاجة ولا شفت أي حاجة. هعيش حياتي ومليش دعوة بحاجة خالص. ونامت بعدها، أو عملت نفسها نايمة. وتاني يوم الصبح، يا تسنيم قومي، مش عندك محاضرات؟ ايوه يا ماما حاضر، هقوم اهو. ايه ده، انت مال وشك مصفر كده ليه؟ مفيش يا ماما، بس تقريبا ما نمتش كويس. ربنا معاكي يا حبيبتي ويقويكي. شفتي صح اللي حصل؟ ايه يا ماما اللي حصل؟ امبارح في العمارة اللي قدامنا حصل فيها جريمة قتل، وبيقولوا البوليس جه علشان يحقق فيها. قتل؟ ربنا يكفينا ويبعد عننا كل شر. امين يا رب يا حبيبتي. يلا قومي بقى وشوفي ايه اللي وراكي. وقامت تسنيم علشان تنزل تروح المحاضرة، وهي بتحاول تنسى اللي حصل واللي شافته. ولما نزلت لقيت البواب بيديها ورقة وبيقولها ان في حد سابها لها هنا. واخدتها تسنيم وفتحتها، ولقيت المكتوب فيها: لو حد عرف اللي حصل الدور هيكون عليكي زي ما اتفقنا. وبعد ما قريتها اترعبت اكتر وكرمشتها ورمتها، وهي خوفها بيزيد وجريت على جامعتها يمكن تقدر تشغل تفكيرها في المحاضرات واللي معرفتش تركز فيها خالص، لحد ما روحت ودخلت اوضتها علشان تبعد عن اي كلام مع مامتها حتى عن الحادثة وتكتشف انها تعرف اي حاجة. لحد ما لقيت تسنيم مامتها داخلة عليها بتقولها: هو انت عملتي ايه؟ البوليس بره عايزك. انت تسنيم؟ ايوه انا. الورقة دي وقعت منك الصبح صح؟ تسنيم بصت على الورقة اللي بيتكلم عليها الضابط وعرفتها، هي اللي القاتل بعتها لها الصبح. وورقة ايه دي؟ لا انا معرفهاش. طيب يا تسنيم، تيجي معانا ونشوف انت تعرفيها ولا لا. تيجي معاك فين؟ هي بنتي عملت ايه؟ هتعرف كل حاجة لما تيجي معانا من غير شوشرة لو سمحتوا. والله يا ماما ما عملتش حاجة، الحقيني يا ماما. واتحركت تسنيم مع الضابط على الاسم.
لسه برضه مش فاكرة الورقة دي يا تسنيم؟ أنا معرفش إيه هي الورقة دي. بس البواب بيقول غير كده. أنا معرفش حاجة. أنا معرفش حاجة. أحسن ليكي يا تسنيم تعترفي على شريكك بدل ما تتحاسبي لوحدك. يعني بتنكري يا تسنيم؟ أنكر؟ أنكر إيه؟ إنك شريكة في قتل جارتكم. أنا ما عملتش حاجة. أنا ما قتلتهاش. أنا شفتها وهي بتتقتل بس أنا معرفش مين هو. حلو أوي لحد هنا. احكيلي بقى كل اللي حصل. وبدأت تحكي كل حاجة للضابط. والصبح أخدت الورقة وأنا كنت مرعوبة فرميتها. طب وهو ليه كاتبلك في الآخر زي ما اتفقنا يا تسنيم؟ ده معناه إن انت تعرفيه. معرفوش. والله معرفوش. طيب يا تسنيم تعالي امضي على أقوالك. وللأسف انت هتفضلي معانا هنا 4 أيام على ذمة التحقيق لحد ما نعرف إيه علاقتك بالقاتل والقتيلة، وهل الكلام اللي انت قلتيه ده صح ولا غلط. وفي اللحظة دي كانت رجعت تسنيم الحقيقية لحياتها. ازاي؟ ازاي ممكن يحصل كده؟ لا 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 لا، انا خايفة جدا. انا كرهت القصة دي ومش عايزة ارجع لها تاني ابدا. طب قصتك الجديدة تختاريها ولا اختار أنا؟ مش عارفة. مش عارفة. قولولي لو انتم مكان تسنيم كنتوا عملتوا ايه؟ هتكملوا في الحكاية والقصة دي ولا تختاروا قصة جديدة وتعيشوا حكاية تانية وقصص تانية كتيرة؟ ولو قدامكم العرض ده تختاروا تعيشوا حياة شكلها ايه؟ قولولي تحت في الكومنتات. واستنوا حكايات تانية كتيرة هتعيشها تسنيم وهنعيشها معاها، ومنها حكايات كتيرة حقيقية وحكايات واقعية من حياتنا، وهنشوف الحكم من كل حكاية. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم الحكاية اللي جاية أول لما تنزل، ونعرف تسنيم هتختار أهني حكاية في الآخر. ولو عجبتكم حكاية النهاردة ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، واستنوني في الحكاية اللي جاية من حكاية مريان. باي.